السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. الدعاء لفلسطين، يا رب انصر فلسطين يا رب. والله ما طالع احفل ولا حاجة، بس هم إيه الجماهير اللي عملته امبارح. ما يرضيش حد، يعني ما يرضيش اي حد، والمشكلة ان الاعلام ما طلعش يتكلم. لو في الزمالك الكلام ده كان بصوا، ما كانوش قعدونا في البلد. يعني الكلام ده لو في الزمالك، ازاي وسمعة البلد وسمعة مصر، وازاي يحصل مع مدرب اجنبي كده، ما فيش حد يتكلم عليها. الراجل اتضرب بالازايز، اللعيبه كلها اتضرب بالازايز. ليه امام عاشور ما اتضربش بالازايز، ولا امام عاشور مع حصان؟ ليه يعني ليه ما اتضربش بالازايز؟ كولر غلط، بس وارد، يعني هي كره مكسب وكره تعادل، وهي عادي. دي لعبه رفاهيه، ما عادي يعني. الزمالك بيسيريو كان بيعك في ماتش سيريان بوش ده بطل جنوب افريقيا اللي طلعوا من الكونفدراليه. ما الشتم الوحيد اللي شتم الونش، الوحيد اللي شتم في الماتش ده الونش. بقى لا طلعنا لا عادي، لان عارفين ان الكره دي مكسب وتعادل وخساره. ريال مدريد بيخسر وبرشلونه بيخسر والسيتي وليفربول وانتر كله يخسر. ليه بقى انت؟ ده كولر ده لا، ده كولر ده جايب حوالي من 12 بطولة في من ده، او لما جه خد الخماسيه مع الاهلي. كولر اللي عامل معاك نتائج حلوه، كولر اللي ما من بقاله الموسم ده، مش هو كولر وبيحب ويكره، وهو السبب في مشي عبد القادر ومشي ديانج ومشي لعيبه كتيره، شريف لعيبه كتيره. بس يعني عادي، وارد ان انت تجيب مدرب ويغلط. طبعا خلاص بقى الاداره دخلت بقى في بيفاوضوا بقى مارك روزا، وبيفاوضوا جوميز، وبيفاوضوا كروش، وبيفاوضوا علي ماهر. بس الاقرب جوميز بتدخل تركي الشيخ. طبعا احمد حسام ميدو تواصل معاه، بس هو عارف بقى ان هو لسه عارف ماشي من الاداره، ما كملش 5 6 شهور، وعارف ان الاداره موجوده، وعارف ان ما فيش ماديات، وعارف النادي، مش هيقدر يرجع الزمالك الا نلاقي بقى فيه تغيير. فممكن نشوف جوميز مع الاهلي ممكن، لانه كروش عايز منتخبات. ماركو روزا مرتب عالي قوي، ماركو روزا مدرب كبير، درب ريال مدريد ومدرب كبير. بس ماركو روزا طبعا عايز ماديات، وهو لو جه هيغير وهيعمل نقلة. بس طبعا ماركو روزا صعب انه يجي هنا، صعب يعني انه يجي هنا. ده موضوع الاهلي وكولر. وطبعا ضربة الجزاء اللي ما اتحسبتش، اللي الحكم جامل الاهلي فيها، وطالعين يقول لك ايه، ده الحكم رايح كاس عالم، ده حكم ضربة جزاء. ووائل جمعة في الاستوديو التحليلي قال ضربة جزاء. بس احنا طبعا مش هنتكلم فيها، اللي حصل حصل. وطبعا الاعلام ما اتكلمش لا على ضربة الجزاء، ما اتكلمش لا على الجماهير واللي عملته. لو في الزمالك كان قعدوا اسبوع، الاستوديو التحليلي كان قاعد شغال للصبح على ضربة الجزاء وعلى الجماهير اللي عملته بس. لكن قاعدين بقى باللي ازاي ونمشي ازاي ونمشي الدنيا ازاي. كل التوفيق طبعا في اللي جاي. بيراميدز واللي يعملوا بيراميدز، اتفرج على كورة بيراميدز، اتفرج على المدرب بتاع بيراميدز. حاجة وهيغلب صن داونز ممكن رايح جاي ان شاء الله، يعني ان شاء الله باذن الله. لان المدرب مدرب صح، مدرب قسم الماتش. هو المفروض هو اي مدرب كده، لان احنا بنعمل الشوط الاول شوط لعيبه، شوط مدربين، بيقسم المباراه في شوط كذا لكن احنا عندنا مدربين جايين ياكلوا عيش بس، جايين ياكلوا عيش. واغلب المطوشه اللي بتتحسم لاهلي وزمالك بيحسمها الجمهور، اللي بيحسمها الجمهور. لكن عندنا بيحبوا يكرهوا، مش عارف مشي فلان وجيب فلان. كل التوفيق ان شاء الله للفرقه المصريه، وكل التوفيق لبيراميدز واللي بيقدمه بيراميدز. اتفرج على محمد الشيبي وهو بيرفع الكروس برسمه، جايب معاه ورقه وقلم كده ويرسم ان انا اعمل كروس كذا لرمضان صبحي. اتفرج على مبين هدفين، حاجه تفرح. يعني لو اي فريق تاني هولندي اتقدم مفيش 10 قبل 10 دقايق يكون بيراميدز متعادل. يتقدم هولندي تاني، يتعادل تاني، يفوز. كل الشكر لفريق بيراميدز، وان شاء الله البطوله الافريقيه
والناس بقى اللي بتتكلم يقول لك ايه، الناس الاهلي الزمالك بيراميدز خد مكان الزمالك. طب ما هو واخد مكان الاهلي والزمالك، محدش يتكلم ليه؟ هو مين اللي في النهائي دلوقتي مكان الاهلي والزمالك؟ مين اللي متصدر الدوري؟ بيراميدز السنه بيلعب على الدوري والكاس والسوبر المصري ان شاء الله يعني، والسوبر الافريقي ان شاء الله، والبطوله الافريقيه. عنده 5 بطولات بيلعب فيهم بيراميدز. اللي الناس الاعلام بيطلع يتكلم يقول لك ايه، ده خد مكان الزمالك. ودلوقتي مكان مين؟ مكان مين دلوقتي؟ الاهلي بقى له 6 سنين في النهائيات، او 5 سنين في النهائيات. 5 سنين كده خد منهم 4 تقريبا. فالناس اللي هم بيتكلموا وبيطلعوا يتكلموا بمزاجهم دول، يا رب نهدى شويه، وكل التوفيق ان شاء الله لبيراميدز وياخدوا البطوله، وان شاء الله نحتفل معاه كده ان شاء الله. كمان الزمالك كان بيلعب ماتش ودي كده على فريق من الدرجه الرابعه، فاز 12-1. 12، اصل احنا لنا في الوديات بس. كل التوفيق ان شاء الله للزمالك، وكل التوفيق ان شاء الله ان شاء الله كده الاهلي والبيراميدز، وكل التوفيق وشكرا والسلام عليكم. وما تنساش الدعاء لفلسطين. دمتم في حفظ الله.